املي بيتك بالخير وخللي واسلقي وحطي كمان في الفريزر. تعالوا نبدأ تخزينات رمضان. جبت كرنبتين بسم الله ما شاء الله. سلفتي كانت رايحة السوق، قلت لها هاتيلي معاكي كرنبتين كده حلوين كده كبار على ذوقك. ما شاء الله راحت جابت لي اتنين ما شاء الله. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده حلوين وكبار. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه ومش هنرمي منهم اي حاجة. حتى الراس حتى الراس مش هنرميها، وهتشوفوا هنعمل منها احلى واجمل مخلل في الدنيا. تعالوا بقى الفيديو بتاع النهاردة فيديو كده تشجيعي وحلو قوي قوي. الكرنب ما شاء الله اليومين دول حلو قوي. عايزة بقى تخزني لرمضان علشان هيغلى، خزني من دلوقتي. الكرنب بقى دلوقتي شتوي وناعم وما شاء الله مسكر وطعمه حلو قوي. انا جبت بقى كرنبتين كده وحطيت ما شاء الله حلة السليق الكبيرة بتاعتي، طلعتها بقى من تحت السرير علشان خاطر تكفي الكرنبة الكبيرة دي. صلوا على الرسول في التعليقات، ويا ريت اللي لسه مش متابع صفحة مطبخ ياسمين او قناة مطبخ ياسمين يا ريت يتابع القناة. بحبكم في الله، بحبكم كتير كتير كتير. عايزة اقول لكم ان انا بقالي كتير ما عملتكوش فيديوهات، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. فبجد بالله عليكم بالله عليكم تعليق حلو كده يرفع من معنوياتي ويشجعني على الشغل، ولايك وصلوا كده الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. بالله عليكم كل اللي يدخل الفيديو يصلي على الرسول في الكومنتات وما ينساش يحط لي لايك. حلفتكم بالله. يلا بقى احنا سلقنا اول كرومبه زي ما انتوا شايفين كده، بنسلقها ونحطها كده جنبنا كده في طبق كبير علشان خاطر نشطفها. وحطينا بقى الكرومبه التانية هي كمان تتسلق. هنسلق بقى كل كمية الكرنب اللي موجودة معايا. الكرنبتين الكبار دول هنسلقهم ونقطعهم بقى علشان خاطر نخزنهم على قد ايه الطبخات بتاعتنا كده. ومش هنرمي ولا اي حاجة زي ما قلت لكم، هتشوفوا معايا في الفيديو اللي انا بعمله لكم ده دلوقتي. مش هنرمي اي حاجة. الورق بتاع الكرنب طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا مربيه كده شوية فراخ كده على شوية بط رمضان. تعالوا بقى شوفوا فراخي وقولوا لي ايه رايكم فيها. دي فراخ بتاعتي كنت طبعا منضفة خضرة ومقطعة بصل للأكل، مخرطة يعني بصل للطبخ وكده. فكل الحاجات بقى كل البواقي بتاعة المطبخ بتاعتي أنا برميها للفراخ بتاعتي دي. وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويطرح لي فيهم البركة. بجد مالين عليا كده البيت وخير. ويعني عايزة أقول لكم منين ما أبقى محتاجة مثلا فرخاية كده أطلع وأذبح منهم الصراحة ما شاء الله. وبرضه هما بيبيضوا لي ربنا يبارك لي فيهم. يلا بقى قلدوني بقى لو انتوا بتحبوا تربية الفراخ. انا بحب تربية الفراخ قوي، البلدي الصراحة بحبها قوي هي والبط. لميت بقى كل الزبالة بقى بتاعت الورق الكرنب اللي انا مش هستخدمه. زي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش الروس شلتها على جنب. هقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. هعمل بيها شويه مخلل. بصوا البط بتاعي ده هو لسه صغير كده، انا جايباه ان شاء الله لشهر رمضان. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه كده لسه متربيه كده صغيره على ايدي. هربيه بقى ان شاء الله عشان خاطر ناكل منه كده بقى في رمضان، واعمل لكم بيه احلى عزومات واحلى ولايم ان شاء الله. ربنا بس يبلغ احسن حال يا رب العالمين. ربنا ان شاء الله يبارك لي فيه. تعالوا بقى نرجع بقى للفيديو بتاعنا. طبعا بعد ما الورق الكرنب برد، تعالى اقول لكم بقى بقطعه ازاي. بشيل بقى الحته اللي هي العرق اللي هو بيبقى التخين اللي فوق ده. وبعد كده ما بهدرش بقى في الورق علشان خاطر الورق ايه اهي. بصوا بشيلها كده بالراحه كده بالجنب علشان الورق ما يتهدرش معايا ويطلع معايا اكبر عدد من الورق يعني الكبير. ما هدرش يعني في الورق واطلع نصه كده في العروق. هقطعه بقى لحد ما اخلص كل كميه الكرنب اللي معايا، وهشيلها بقى في اكياس على قد ايه استخدامي. بصوا زي ما قلت لكم الورق اليومين دول طري وحلو وكده ما فيهوش عروق، ويعني مش تخين الورقه، مش تخينه الورقه، ناعمه وحلوه زي ما وريتها لكم قبل كده. وهوريها لكم برضو في اخر الفيديو هتشوفوها ناعمه ازاي وحلوه. طبعا هو بيتكلم عن نفسه.
اوعي تكوني لحد دلوقتي مكمله الفيديو وما حطيتيش لايك، هزعل منك اللي بتتفرج على الفيديو وما تحطيليش لايك. انزلي على طول حطي لايك للفيديو ودعميني بقى بتعليق حلو زي كده، عشان بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات والقناه بتاعتي يعني عايزه اقول لكم واقعه قوي، فان شاء الله ربنا ييسر الامر. تعالوا بقى، عندكم ولادكم في سنه كام؟ وعندنا امتحانات داخلين عليها، امتحان نص السنه، وعاوزين بقى نذاكر مع الولاد. ربنا بقى يعين كل الأمهات الأيام الجاية دي على المذاكرة بقى، ويعينهم ويعين الولاد، وإن شاء الله ربنا ما يضيعش تعبهم على ده، يعني تعبهم بتاع طول السنة الصراحة. الولاد بتتعب قوي في المدرسة والدروس وكده، فإن شاء الله ربنا ما يضيعش تعب حد أبدا. هخلص بقى كل كمية الكرنب اللي معايا زي ما قلت لكم. بصوا، ده كان اول طبق اللي هي اول كرومبه عملتها. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الورق بصوا ناعم ازاي، دايب دوب بجد بقى، ده تلفيه محشي. مش عايزه اقول لكم بقى يبقى طعمه عامل ازاي، زبده كده زبده. اللي عاوزه بقى تخزن ما تكسلش وتخزن اليومين دول. الكرنب كمان مش غالي، الكرنب رخيص. تقريبا واحده مثلا ممكن تعمل لها 15 جنيه. انا بعتذر. بصوا بقى راس الكرومبه بقى دي اللي انا قلت لكم عليها، انا ما رميتهمش. الاتنين بتوعي. واخدت كمان واحده من سلفتي علشان هي كمان كانت جايبه لنفسها كرومبايه معايا، انا قلت لها هاتي لي اتنين وجابت لنفسها واحده. اخدت برضو الراس بتاعتها، الراس بتاعت الكرومبه بتاعتها. وهخرط كل الكلام ده، وهعمل احلى شويه مخلل احلى من اللفت كمان. وهملى بيتي بقى بالخير، وهملى البرطمان بتاع المخلل هيقعد عندي يعني ما شاء الله لحد اخر واحده. يعني بيقرمش وحلو. هقول لكم على طريقتي بقى في المخلل. هخرطه كده زي ما انتم شايفين، تخريط عشوائي يعني، بالسكينه كده عادي. بصوا، هو عايزه اوريكم اهو وانا بخرطه. المقاس بتاعه كده بيبقى عشوائي، بس بيبقى ما شاء الله حبه مخلل تاكليهم كده مع الفطار، مع الغدا الصراحه يفتحوا النفس. وحاجه كده يعني لابد منها على الطبليه او على السفره، الصراحه ما حدش يقدر يستغنى عن المخلل. بصوا الجذور بتاعة الكرنب دي بتبقى طعمها مسكر وحلو، وهتشوفوا بقى النتيجة بتاعته. هناكله كده بعد 3 ايام ونتيجته هتبقى حلوة قوي. جربوا لو لسه مش مجربين مخلل الكرنب او الراس بتاعة الكرنبة، ما ترميهاش واعمليها كده مخلل. جربي كده الراس بتاعة الكرنبة بتاعتك اعمليها مخلل، وهتشوفي النتيجة عاملة ازاي، وهتشوفي ان انا عندي حق. بصوا انا كده ايه، مش عارفة هو لسه في ورق تاني ولا لا. اه فاضل حتة. طبعا لو انتوا لسه معايا انتوا بجد احسن ناس، ولو لسه مش متابعين مطبخ ياسمين اتمنى ان انتوا تتابعوا صفحتي. انا بتشرف بيكم جدا، يعني ببقى مبسوطة جدا لما حد بيكتب لي تعليق وبيقول لي هو بيتابعني منين. فبالله عليكم بالله عليكم اللي يدخل يعمل لي تعليق ولايك طبعا عشان خاطر الفيديو يترفع. لان عايزة اقول لكم ان القناة بتاعتي يعني لما قعدت فترة تعبانة وكان معايا دور برد جامد جامد، عايزة اقول لكم بقى دور البرد اللي كان عندي ده كان وحش قوي قوي، كان يعني اشتباه كمان ان هو تبقى كورونا. فالحمد لله رب العالمين ربنا عافاني منه، بس اخد وقت كبير عبال ما خفيت. طبعا غسلت ورق الكرنب، قصدي يعني او غسلت يعني الورق اللي انا قطعته اللي هو بتاع الراس ده. الجذور غسلت الجذور بتاعه الكرنب، اللي هي الورق والجذور بتاعه الكرنب غسلتها. وهجيب بقى حتة بنجر وهحطها في قلب البرطمان بتاعي، ومعلقة كده من الشطة اللي انا كنت مخزناها معاكم قبل كده. ترجعوا للفيديوهات كنت عاملة معاكم هريسة شطة حلوة قوي بحطها على المخللات، على الاكل، على التسبيكة، على اي حاجة الصراحة بتنفع معايا.
ما بتقولش لأ في أي حاجة. كبّسي بقى المخلل بتاعِك طبعًا قبل ما بعد ما غسلته رشيت عليه رشة ملح، بس مش عارفة الحتة دي ما اتصورتش ليه، رشيت عليه رشة ملح. بُصّوا، عايزة أقول لكم بُصّوا ده البنجر بقى بتاعي غسلته كويس أوي. أنا كنت جايبة كيلو من البنجر، حطيت بقى واحدة كده صغيرة في المخلل، والاتنين دول مش هاسيبهم بقى عشان خاطر يتبالوا في التلاجة، قُلت لأ هاخرّطهم كده بعد ما غسلتهم كويس، هاخرّطهم كده مكعبات واحطهم في الفريزر. عندي عايزة أقول لِك مكعب واحد منه على الصلصة لمّا تكون عندِك طماطم مش حمرا أوي وعايزة تخلّيها حمرا مثلًا للمحشي أو لأي تسبيكة، حطّي كده مكعب واحد في الخلاط، هتشوفي الطماطم بتخلّيها في حتّة تانية. يعني المكعب واحد ده من البنجر بيتحط كده في الخلاط مع الطماطم، بيخلّي لون الطماطم بتاعتِك في حتّة تانية. طبعًا هاحطه في كيسة وبُصّوا بقى المخلل بتاعي بعد 3 أيام لونه بقى عامل إزاي، وبُصّوا المَيّة بتاعته ما شاء الله شربات مش مخلل. أشوفكم في فيديو جديد بقى من مطبخ ياسمين. بُصّوا المخلل عايزة أقول لكم طعمه مقرمش لحد آخر واحدة. أشوفكم على خير، باي باي.